هاي بنات، شلونكم؟ رجعت وياكم فيديو جديد. هالمرة بسويت تمن تاجينة او تمن جزر بالروبيان وبالشبنت بخطوات سريعة وسهلة وبزل. اللي مسوي نظام غذائي يفيدكم هذا الفيديو، واللي مسوي نظام غذائي همين المعلومة المفروض ياكلون فقط 8 إلى 9 خواشك، اللي هو هاي الكمية. مع الأسف لو بإيدي آكل الجدر كله هالقد ما طيب. تعالوا وياي خراويكم الخطوات. اي بنات، نجي اول خطوة اكد هسه ما يتم اني حاطته على صفحة دا يفور، لان اني راح اسوي على طريقة البزل. اوكي، وهنا عندي زيت الزيتون، هاي النوعية انا اخذها من الدي ام، ومكتوب دي ام، كلش زينة. زين، وهنا عندي الروبيان الجاهز. بين ما اسوي الروبيان هو يتم ان شاء الله يفور المي مالته. وهاي البصل شرايح سويته اي شكل تكون زين. نحل البصل ونجيسه. خليني افتح البصل الحار هاليوم مو طبيعي. تمام. وهاي الجزر انا اسويه بهذا الشكل. اوكي، اقشره بعدين اغسله وبعدين ابرشه بهذا الشكل. ابرشه احسن، كلش طيب يطلع بالبرش. وهنا عندي الشبنت، هاي ثانمته وحطيته جيت بالفريزر، هيك شكله صاير زين. وبهارات ما راح استعمل هوايه. للخلوبيان راح احط فقط النعناع، وللتمن هسه راح اراويكم بعدين ايش احط بس البهارات المكسيكيه كلش طيب، يعني في الحراره وفي الحار همينه، لان انا احب الاكل الحار. وعندي شو اسمه، وراح احط اي بهارات 7 بهارات والماجي. وماجي عند الاخير احط، هاي يعني حاطه كم ميحان حتى ينوع، هو شبه مايع يعني. هذا الماجي. دجاج قطعه واحده. هاي عندي بصل حمص، بسم الله. ما راح احط له مي لان هو يذب ميه اصلا، بس شويه يفور لان هو جاهز اصلا همينه، بس شويه ياخذ لون. لان مكتوب من 8 الى 10 مينوت لازم واحد يطفي النار عليه. بس راح احط عليه نعناع. شويه نعناع بس مو وايد. يطير بسبب الهواء، يطاير من هنا. هذا بده يفور عندي. أنا أقدر أحمسه بالجدر نفسه ويا المكونات، بس أنا راح أسوي بزل، ما راح أسويه حمص. أوكي، إن شاء الله هسه بس يفور بعد أكثر المي راح أعلمكم الطريقة، أو لا هيك كافي. راح أحط هذا سوري الجزر المي يتمن تمام حتى يفور فيه عدل. وراح أحط الشبنت همينه. كلش طيب يطلع. وهسه خليني يفون اكثر. هو من يفور مي يتمن هنا راح يفون اكثر وياه، وراح يذبل الجزر. كلش طيب وبهاي الطريقة، كلش طيب وسهل. ها
هيك راح يكون شكله بعض. خلي شوية بس يذبل الجزر يصير كلش طيب ويا التمن. هذا راح امسي النار عليه، خليه حتى يصير على راحته. راح امسي النار عليه. وهسه فور عندي ان انا خلصت الروبيان، وان انا عندي فور. شوفون الجزر شلون دبلان يخبل. هسه راح احطهم فوق الطمن. بسم الله. هسه تركد تمن يبزل، تمام. سوري ينسلق، بعدين ابزله وهو بالمصفية ماني بازلته. احط البهارات، راح احط البهارات المكسيكية يعطي ريحة وطعم مو طبيعي يخبل. و7 بهارات راح احطهم كلش قليل، تمام. والفلفل الاسود والماجي، الماجي عفوا، مثل ما قلت بالبداية الماجي بالاخير احطه، تمام. هسه اراويكم الخطوات بس خليه يسلق اكثر. وهسه بزلت التمن، تمام. لوحة فنية صارت ما شاء الله يجنن صار. هسه راح احط عليه البهارات، تمام. هاي عندي البهارات المكسيكية شوية. بسم الله. شوية مو هواية لأن أصلا طيب والبهارات طيب، أنا مجربة البهارات كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شوية بهارات، 7 بهارات، تمام. وهاي هم شوية فلفل حار. هسه راح اقلبه. تشوفون هسه بسم الله هيك تقلبون بهاي الطريقة. بسم الله سطح، تبدون من السطح هيك كله حتى يندمج. بسم الله. هسه راح احطه بالجدر. هاي النار انا بعد مفتوح مالته، مفتوح هذا. وهسه انزله بالجدر خلي شوية شوية مو هواية. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية 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 ينزل حتى لا ينمرد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلاص جهز عندنا احلى التمن. بس ايش راح اسوي؟ هاي مي الماجي اذبه فوقها. بسم الله بدون ما احركه، بس اخليه بس شوية. وهاي فوقها ذبيت الروبيان، وعندي البصل. اها اتركه دقيقتين اذا 3 دقايق ان شاء الله، واجي ارجع اراويكم شلون صار شكله. وهيجي استوى عندي التمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ابد ما حركته، ابد ابد. يوه قبل قاع. بسم الله.
والله لهنا خلص الفيديو، أتمنى عجبكم واستفاديتوا شي، والله يرزقنا الجميع يا رب العالمين، والحمد لله والشكر على النعمة. باي باي.